في بلدة صغيرة تقع بين الجبال، عاشت فتاة صغيرة تدعى سرة. كانت سرة تعيش في منزل جميل مع عائلتها، وكانت تملك كلبا مخلصا اسمه روكي. كان روكي من نوع الراعي الألماني، وكان يرافق سرة في كل مكان تذهب إليه. كان لديه شخصية محبوبة وذكية، وكان يتفاعل مع سرة وكأنهما شقيقان. في أحد الأيام، اندلعت عاصفة قوية في البلدة، وكانت الرياح تعصف بالأشجار والأمطار تتساقط بغزارة. كانت سرة في المدرسة، وعندما انتهت الحصة الدراسية، عادت إلى المنزل بسرعة، لكن العاصفة كانت أقوى مما توقعت. وصلت إلى المنزل ووجدت أن الرياح قد أحدثت فوضى في حديقة منزلهم، وقد تضررت بعض الأسطح. لكن ما كان أكثر من ذلك، هو أن روكي لم يكن في المنزل. لقد خرجت سرة تبحث عنه في كل مكان، لكن العاصفة كانت تعيق رؤيتها وسمعها. بدأت تشعر بالقلق والخوف على صديقها الوفي، وكان قلبها ينبض بسرعة. وفي تلك اللحظات المليئة بالقلق، ظهر روكي فجأة من بين العواصف، وكان يبدو أنه قد قطع مسافة طويلة. كان مبللا ومرهقا، لكن نظراته كانت تعبر عن شيء واحد: لقد عدت من أجلك. اتضح أن روكي قد استشعر الخطر الذي يهدد سرة وعائلتها، فخرج من المنزل ليبحث عنهم ويجلبهم إلى الأمان. وجد سرة وهو يقودها إلى مكان أكثر أمانا، وبعدها تأكد من أنها في أمان قبل أن ينهار من التعب. استمرت العاصفة في الهطول لبضع ساعات أخرى، لكن بفضل روكي، كانت سرة وعائلتها في مأمن. لم يكن هناك أي شك في أن روكي قد تصرف بشجاعة كبيرة ووفاء لا يقدر بثمن. في الأيام التالية، بدأ الجميع يتحدث عن بطولاته وشجاعته، وأصبح الكلب الوفي محط إعجاب واهتمام الجميع. مرت الأيام، وعادت الحياة إلى طبيعتها في البلدة. ومع ذلك، بقيت قصة روكي محفورة في قلوب الجميع، وأصبح رمزا للوفاء والشجاعة. وعاشت سرة روكي معا في سعادة دائمة، وتذكرت دائما كيف أن صديقها المخلص كان دائما بجانبها، حتى في أصعب اللحظات. هذه القصة تذكرنا بأن الوفاء لا يعرف حدودا، وأن الكلاب ليست مجرد حيوانات أليفة، بل هم أصدقاء حقيقيون يعطوننا دروسا في الإيثار والمحبة التي تتجاوز كل شيء. مع مرور الوقت، تحسنت أحوال البلدة وعادت الأمور إلى طبيعتها. سرة روكي استمر في مغامراتهما اليومية، وازداد الرابط بينهما قوة. في أحد الأيام، قررت سرة أن تحتفل بشجاعة روكي من خلال تنظيم مهرجان صغير في البلدة. في المهرجان، أقيمت مسابقات وعروض مخصصة للكلاب، وشارك روكي بفخر في كل الفعاليات. نال إعجاب الجميع بمهاراته وذكائه، وتم تكريمه بجائزة خاصة للوفاء والشجاعة. كان الناس يتحدثون عن شجاعته ووفائه في كل مكان، وروكي أصبح رمزا في البلدة. ذات يوم، بينما كانت سرة روكي يلعبان في الحديقة، لاحظوا دخانا في الأفق. كان حريقا صغيرا قد اندلع في أحد أطراف البلدة، وكان الخطر يهدد بعض المنازل. دون تردد، اندفع روكي نحو مكان الحريق. سرة، التي كانت تعلم مدى شجاعة كلبها، ركضت خلفه. بعد هذه الواقعة، نالت سرة روكي تقديرا أكبر من أي وقت مضى. لم يعد روكي مجرد كلب، بل أصبح رمزا للشجاعة والوفاء. كانت البلدة تستضيف كل عام مهرجانا خاصا لتكريم الروح النبيلة روكي، وتذكر الجميع كيف أن الوفاء يمكن أن يكون قوة عظيمة في مواجهة التحديات. وبقيت سرة روكي أصدقاء مخلصين، عايشوا لحظات مليئة بالحب والشجاعة، وجعلوا العالم مكانا أفضل بفضل وفائهم المشترك.